يلا بقى نشوف المافيا بتاعتي. ولادي ربنا يخليهم لي. يلا الاول نبدا الفيديو نشوف عملنا ازاي. نبدا الاول بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شفتوا الستريبس عامل ازاي؟ الواد عمال ياكل فيه بالحلو قوي يا ماما. يلا نشوف احنا عملنا ايه. جبنا الحله وفيها شويه زيت، وجبنا بصلتين مدورين كده صغيرين. يلا بينا اتعلم معايا بقى، نخش المطبخ معايا ونشوف عملنا ايه. جبنا البصلتين قطعناهم، بس قطعناهم كبير شوية، يعني قطع كبيرة شوية، عشان انا عايزة البصلة بتاعتي تكون يعني كبيرة، عشان انا هنشل دلوقتي البصل دون من الزيت. هعمل بيه حاجة دلوقتي. تمام. شلت البصل من الزيت بتاعي ونقلته في طبق، وبعد كده جبت معلقة توم صغيرة وحطيتها على قلب الصلصة، وبهرتها بقى ايه، بفلفل اسود بس وملح. وبعد كده جبت بقى معلقة كاتشب ونص كوباية زيت و... ومعلقه والبهارات بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين: توم باودر، بصل باودر، وكمون، وكاري و... وسبع بهارات. كل ده حطيته على قلب الصلصه بتاعتي والكاتشب والزيت، وعملت التتبيله دي ركنتها في جنب. وحطيت ميه للمكرونه بتاعتي. الميه غليت، رحت نازله عليها بالمكرونه بعد الميه ما غليت. بعد كده الصلصه بتاعتي خلاص اتسبكت، رحت نازله عليها بالبصله اللي انا شلتها. لما اتقلت معايا واحمرت رحت شلتها. بعد ما الطماطم اتسبكت معايا، رحت حاطه البصله تاني في قلب الصلصه. وجبت طبعا معايا صدرين فراخ كده حلوين. قلت بقى هنعمل النهارده ايه؟ نعملهم ستريبس. هم قالوا يا ماما احنا عايزين ستريبس، فانا قلت لهم هنجيب منين دلوقتي ستريبس؟ الجو كده. جيت دورت في التلاجة، قعدت بعتش كده، لقيت الصدر ده. طب هروح اجيبه جاهز؟ لا. طب وانا ليه اكلف نفسي واجيبه ب 200 جنيه وب 300 جنيه ليه؟ طب ما انا اعمل في البيت. الست الشاطره بتعمل ايه؟ قلنا يا قبل كده، تعمل من الفسيخ شربات. خليكم معايا، ركزوا ركزوا. قطعت الاستريبس بتاعي زي ما انتم شايفين، قطع كده طويله شويه وقد الصباع او اطول شويه. ونزلت بقى ايه، كانت طبعا الطماطم بتاعتي اتسبكت خالص. شلت بقى المكرونه من الميه على طول المغليه بالمصفى بتاعتي، وحطيتها على قلب الصلصه. ما حطيتش عليها ميه، ولا حطيت ميه ساقعه ولا كلام من ده خالص. ليه؟ عشان انا عايزاها كده، عشان المكرونه اللي انا بعملها دلوقتي دي مميزه شويه، زي اللي بتتباع بره. انا اكلت مره طبق من دون في السيده زينب يا جماعه، والله العظيم هقول لكم، كان تمنه انا مش هقول، بس الطبق لوحده بس كان تمنه كان فلوس كتير. كده أنا غسلت الاستريبس بتاعي، عصرت عليه الليمونه وغسلته غسله بنت ناس حلوه قوي تحت الميه. وجبت التتبيله بتاعتي اللي انتوا شفتوها عملتها معاكم، رحت نازله عليها بالاستريبس. طب حطيته كله في قلب التتبيله. وبعد ما حطيته قعدت بقى اقلب فيه شويه كده زي ما انتم شايفين عشان اشربه من التتبيله، وسبته حوالي من ربع ساعه، لان كنا مستعجلين وكانوا جعانين بصراحه. فقلت ايه، سريع سريع كده بقى نقليه بسرعه. وبعد كده اما نعوز نعمله بقى نتبل من الصبح بعد كده، يعني مره تانية نبقى نتبله من الصبح. يعني لكن دلوقتي عايزين نخلص كده بسرعه بسرعه. جبت الدقيق بتاعي وحطيت نفس التوابل اللي حطيتها على التتبيله بتاعت الفراخ، حطيتها على الدقيق بتاعي. الدقيق اللي هو بقى فلفل اسود وكمون توم باودر وبصل باودر وكاري. وجبت الفيجيتار اللي انتوا شايفينه دون، حطيت منه حوالي 5 6 معالق. وجبت الزيت بتاعي، طبعا حطيت زيت كتير، زيت غزير يعني يكون مثلا عشان تحطي قطعه الستريبس تغطي، زيت يكون مغطيها. خليكم معايا بقى ومكملين كده الفيديو يا حبايب قلبي. وانزلوا بقى كده، اعملوا شير وسبسكرايب كده للصفحه يا روحي، انتوا هي وهو وكومنت حلو كده لاختكم شهرزاد. وربنا يخليكم ليا يا احلى اخوات في الدنيا. جبت الاستريبس بتاعي بقى وحطيته في الخلطه بتاعتي دي اللي انا عملتها دي، وبقيت ايه احطه كده واعمله في دي زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما ايه ما اخليه يشرب قوي من الدقيق كده، وانعفشه تاني وارجع اعمله تاني زي ما انتوا شايفين يعني. وبعد كده رصيته. بس طبعا ايه الاستريبس دون بصراحه ما تتبلش كتير، يعني هو اتبل ربع ساعه بس. بس والله مش قادره اقول لكم، كان ريحته وانا بقليه كانت قلب البيت كله. كده انا طبعا خلصت المكرونه بتاعتي زي ما انتم شفتوها، حطيتها في الصلصه وقلبتها وظبطت الملح بتاعها وخلاص. كده انا ايه حطيتها على العين التانية الصغيره ووطيت عليها عشان تستوي. يعني انا نزلتها 3/4 سوا عشان الربع اللي فاضل يستوي كمان بقى في الصلصه. ونزلت بقى بالاستريبس بتاعي زي ما انتم شايفين واحده واحده في الزيت.
ربنا يخليكم ليا يا احلى اخوات في الدنيا. ما تسرحوش مني وما تروحوش في اي حته، كملوا الفيديو للاخر عشان الفيديو فعلا يستاهل ان انتوا تسمعوه. وتكتبوا لي كومنت حلو كده لاختكم، وتعملوا اشتراك يا حلوين، ولايك يا احلى اخوات في الدنيا. طلعت الاستريبس بتاعي زي ما انتم شايفين. مش قادره اقول لكم بقى على المكرونه كده. بصوا إيه يعني، م- هقول لكم ايه، بس مش قادره اقول لكم. انتوا شايفين الشكل عامل ازاي؟ ممزمزه كده في قلب الصلصه بتاعتها بقى كده وكنت حاطه لها بقى شويه حته توم كده، نص معلقه توم. كانت عامله ريحه ايه، مش قادره اقول لكم كانت قلبة الدنيا. المهم ان احنا ايه، بنصرف نفسنا كل يوم عايز اكل وعايز. طبعا انتوا عارفين يعني، ستات بيوت زيي وعارفين كل يوم عايز اكل وعايز. فاحنا بقى ايه، بنحاول ان احنا نوفر على نفسنا شويه. ونقول ايه، بنمشي نفسنا، مره مكرونه، مره محشي، مره يوم كده ويوم كده. الدنيا بتمشي وهو بيعدي اليوم والله. والاكله كانت جميله وما كلفتنيش كتير. يعني الاكله كانت جميله وما كلفتنيش كتير. والمكرونه بقى كانت ايه، مش قادره اقول لكم، جميله جميله. وكانت طعمها والله العظيم. الولاد في اول الفيديو كانوا بياكلوا مش مصدقين ان انا عملت الاكل ده في نص ساعه. دخلت المطبخ في نص ساعه كنت خلصت كل الاكل اللي انتوا شايفينه ده. خلصت طبعا الكميه اللي انتوا شايفينها. حطيت رصه تانية في قلب الطاسه وطلعتها. واعذروني بقى عشان انا ايه يعني، والله تعبانه بجد اليومين دول وعندي ضيق كده في صدري. والله انا عايزاكم تدعوا لي. ربنا يا رب يتم شفايا على خير عشان انا تعبانه والله بجد يعني. والاكل زي ما انتم شايفينه قدامكم شكله تحفه. وكنت نفسي اقول لكم تعالوا دوقوه عشان تدوقوا الطعم بتاعه. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي. واللي بيحب شهرزاد ينزل يعملها اشتراك ولايك يا حلوين، ويشوف شكل الاكل. ربنا يخليكم ليا ويدومكم عليا نعمه في حياتي. ربنا يخليكم يا حبايب قلبي. الاكل كان بيتكلم عن نفسه والله. اشوفكم على خير يا احلى اخوات في الدنيا.